السلام عليكم ورحمة الله. بس اليوم إن شاء الله راح نشرح لكم حركة من حركات الصد، اللي هي أول حركة من حركات الصد اللي اسمها الجنة الورائية، اللي هي هذه. الحركة بسيطة جدا وتستعمل لصد الراوند هاوس كيك، اللي هي هذه. الراوند هاوس كيك تصدها بالكاراتيه شادوكان عن طريق صد دراع. اوكي؟ او راوند هاوس كيك صدها هنا. شلون راح نسوي الجلمبرات؟ الجلمبرات من وضعية سكويداج، تاخذ اليوي وراح تصعد ايدك اليسرى لحد العنق، ومن ثم تنزل لهنا وتضم القدمين. اوكي؟ نعمل اليوي، تسوي هيك، تنزل برجلك، تكون رجلك مو مساوية ضبط، لا، لأن هاي راح تحركها واليد هنا مستوى العنق، ومن ثم تتقدم يكون اكو فرق بين الايد الرجل المتقدمة والقدم المتقدمة والقدم المتأخرة، فرق قليل كلش. وشلون تعرف انه القدم مالتك المتقدمة صحيحة؟ إذا كانت رجلك أو نهاية رجلك بعدها ملتصقة بالأرض، إذا أنت وقفتك خطأ، لازم تتقدم بعدها أكثر لحد ما تكون وقفة القدم الثانية بهذا الشكل على الأصابع فقط. هاي الوقفة اللي هي زنكو داشي. فأنت وياها راح تمشي إيدك اليسار فوق إيدك اليمين، ومن توصل تقاطع القوسين راح تقلب واحدة فوق الثانية بالعكس، وتسحب اليد اليمين هنا فوق الحزام، واليد الثانية فوق القدم المتقدمة للصد. فأنت تستفاد من هاي الحركة. تستفاد من هاي الحركة، القدم المتقدمة للصد والقدم اليد المتقدمة فوق القدم المتقدمة أيضا للصد، واليد المتأخرة تكون للهجوم، والقدم المتأخرة أيضا للهجوم. أخاف يصير عندك اشتباك سريع، فأنت تستعمل هاي الحركة مثلا. ما ننصح بها، لكن نقول اللي يريد يستعملها يقدر يستعملها وتكون سهولة. المهم هي حركة جميلة بسيطة، مجرد سكويداج يور تاخذ. شلون ترجع بها؟ بالعكس بالمقلوب، يعني هنا احنا قدرنا ايش؟ تعلمنا. ترجع بها، ترجع ايدك اليمين فوق ايدك اليسار، اوكي؟ تسحب ترجع، لكن تعكس اليد المتقدمة عن اليد المتأخرة، عكس التقدم تصير مباشرة. هنا اليد لاحظ، اليد اللي راح تنزلق اليمين، من ترجع اليد اللي تنزلق اليسرى.